البت سلمى كان عيد ميلادها النهارده وقلت لازم اجيب لها هديه رايقه، فدخلت محل شوكولاتات ولقيت الراجل الجميل ده بيديني شوكولاته بيقول لي دي ب 70 جنيه. هوب قلت له لا شكرا مفيش حاجه ارخص. قال لي دي ب 50 جنيه. قلت له كل الشوكولاتات كده اسعارها 50 و70. قال لي اه دي اللي موجوده عندنا. وفي اللحظه دي افتكرت خالد عليش وهو بيقول انت كحيان يا محمد انت كحيان. قلت له شكرا يا باشا انا هشوف اي حاجه تانيه. وانا طالع لقيت عندهم بقى تشكيله صوصات جامده قوي اللي هي بتاعت جود فريندز دي. المهم خدت بقى تشكيله حلوه كده من اللي قلبك يحب، ولان سلمى همها على كرشها فدي احسن هديه تقريبا ممكن اجيبها. وعلشان انا رومانسي وجنتلمان فطلعت على مكتبي وجبت بوكس كبير وحطيتهم فيه وهوب رحت نازل عليهم بالفل الصغير اللي هو من فوق. وانا بعمل لها الهديه يا جماعه كان عيني فيها اقسم بالله. وكده اقدر اقول تمت المهمه بنجاح. كلمتها وخلتها تنزل بقى في عز الشمس. قلت لها بقول لك انا عايزك ضروري. وهوب دخلت عليها بالمفاجاه بقى. وهنا ساسكت قليلا. الموضوع كان محرج بطريقه اوفر، بس لما شافت الصوت انا فرحت اكتر منها اقسم بالله. وقالت لي بالنص كده دي احسن هديه كريتيف جت. اصل خلينا واقعيين يا جماعه، احنا في 2023 وداخلين على 24 خلاص ومحدش بيجيب ورد وشوكولاتات. وعشان ابقى جنتلمان ورومانسي اكتر فجبت لها واحد برجر من غير صوصات وقلت لها يلا بينا بقى نطلع صوصاتنا الحلوه ونقعد نكتشف الحاجات الجديده اللي موجوده منها. عارفين يا جماعه فيلم تامر حسني لما قال لك قلب الانثى قطه؟ انا جاي